هاي كيفكن؟ اليوم جايبت لكم تجربة جديدة علي أنا شخصيا. أكلة مصرية مشهورة كتير اسمها الرز المعمر. بصراحة هي أول مرة بدوقها بحياتي، وأول مرة كمان بجرب أعملها بإيدي. كنت دايما أشوف فيديوهات إلها وأقول والله شكلها طيب وهيك مغرية يعني. قلت لازم أجربها وشوف هل فعلا بتستاهل الشهرة ولا لا. فيلا نعملها سوا خطوة بخطوة ونشوف بالنهاية شو رح تكون النتيجة، وهل رح تصير من الأكلات اللي رح أعتمدها عندي بالبيت. يلا نبلش. وأول لما بصراحة وقفت ما عرفت شو عم باكل، حسيت الطعم غريب شوي، كأنه كريمة مع ملح مع حلو، يعني بلشت الطعم هيك غريب علي. بس بعدين بلشت توضح أكتر، وفجأة صار الطعم بجنن بجنن بجنن. صراحة نصيحة تجربوا، لأنه هذا الرز مختلف كليا عن أي رز جربتوه من قبل. أولها رح تستغربوا بس بعدين كتير حتحبوها. وهيك بتكون وصفة الرز المعمر المصري ناجحة 100%، وبتستاهل الشهرة اللي هي فيها. وبس هيك. إذا عم تعجبكم وصفاتي وحابين تشوفوني مرة تانية، لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. بحبكم بالله، سلام.